متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من داخل هذا الصرح الرياضي العملاق. كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية نرصد معا أهم الأنشطة والإنجازات والفعاليات المنفذة على مدار الأسبوع مع حصاد أسبوعين من التميز في رحاب صرح أكاديمي يجمع بين الريادة العلمية والتفوق الرياضي والأكاديمي. بداية مع هذا الخبر: أحمد بدوي بطل ذهبي في رعاية قيادة تصنع الفارق. في مشهد يجمع بين الفخر والاعتزاز، قام الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد كلية علوم الرياضة بالإسكندرية بتكريم الطالب أحمد بدوي جابر الطالب بالفرقة الثالثة تخصص غوص، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية في بطولة القوة البدنية رفعة البنش تحت 23 سنة وزن 82.5 كيلوغرام، والتي أقيمت في 11 يوليو عام 2025. وفي كلمته أعرب الأستاذ الدكتور أسعد الكيكي عن فخره بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن الكلية لا تألو جهدا في دعم أبنائها وفي توفير بيئة تنمي المواهب وتطلق الطاقات. هذا التكريم ليس نهاية المطاف، بل هو خطوة في درب المجد وشاهد جديد على أن كلية علوم الرياضة هي مصنع الرجال ومعمل التفوق ووجهة الطموح. استمرار اختبارات القدرات لكلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية وسط متابعة دقيقة وتنظيم رفيع المستوى. في مشهد يعكس الانضباط والاحترافية، تواصل كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية أداءها المتميز في تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكلية للعام الجامعي 2025-2026 وسط متابعة ميدانية مستمرة من إدارة الكلية وحرص كامل على تطبيق المعايير العلمية والشفافية في التقييم. وقد شهدت اللجان خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور وسط إشادة واضحة بجودة التنظيم ووضوح الإجراءات وتوافر فرق متكاملة من أعضاء هيئة التدريس لأداء المهام التقييمية في مختلف الجوانب المهارية والبدنية والفسيولوجية. أكد الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية أن اختبارات القدرات ليست فقط معيارا للقبول، بل هي مسؤولية وطنية نحرص من خلالها على انتقاء الأفضل وتحديد من يستحق أن يكون ضمن صفوف الكلية التي لا نخرج رياضيين منها فقط، بل قادة المستقبل في مجال الرياضة والتربية والصحة والإعلام. هذا وتستمر الاختبارات وفق جدول زمني دقيق وسط إجراءات تنظيمية وصحية محكمة تجسد حرص الكلية على توفير بيئة آمنة وعادلة ومحفزة بما يليق بتاريخها العريق وريادتها في إعداد الكوادر الرياضية المؤهلة. كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية تحتضن فعاليات اللقاء التقييمي لرياضة الجودو ضمن المشروع القومي للبطل الأولمبي. في إطار دعم وزارة الشباب والرياضة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وتحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استضافت كلية علوم الرياضة للبنين بالإسكندرية فعاليات اللقاء التقييمي التنافسي لرياضة الجودو بالتعاون مع الاتحاد المصري للجودو والإدارة المركزية للطب الرياضي خلال الفترة من 9 إلى 12 من يوليو عام 2025. جاءت الاستضافة لتجسد مكانة الكلية كمركز رياضي وعلمي رائد في احتضان الفعاليات القومية، حيث استضافت الكلية أكثر من 700 لاعب ولاعبة خضعوا لفحوصات طبية دقيقة وقياسات بدنية وفسيولوجية، إضافة إلى لقاءات تنافسية وفق أعلى المعايير الفنية. أكد الأستاذ الدكتور أسعد كيكي عميد الكلية أن استضافة الكلية لهذا الحدث الرياضي الوطني يأتي في إطار رسالتها الداعمة للتميز وحرصها على المساهمة الفعالة في إعداد أبطال المستقبل، وذلك عبر بيئة أكاديمية ورياضية متكاملة تواكب تطلعات الدولة ورؤية القيادة السياسية في الاستثمار في العنصر البشري. متابعينا الكرام، كان هذا موجزا لأهم الأنشطة والإنجازات والفعاليات المنفذة على مدار الأسبوع. شكرا لكم على طيب المتابعة.